نفس السياق من البوابة. بعد إثارة الجدل حول الرواتب والبدلات، الأعلى للقضاء يواجه تصريحات القضاة بمنعهم من الإعلام. تعليمات مشددة بحل المشكلات الداخلية وسرعة إنهاء القضايا بشكل قانوني صحيح. حسب المصدر ذاته، أكد القضاء التزامهم بعدم الإدلاء بأي تصاريح قضائية تخص الشأن القضائي، مرجعين ذلك إلى قيام العديد من المواقع الإلكترونية بتفسيرها بشكل خاطئ. على طول أول ما المشكلة بدأت تطلع على السطح، صدرت التعليمات بالالتزام وسكتوهم والتزم القضاء. يعني في التصريح وزي ما سمعنا في الخبر أن القضاء التزموا بالأمر ويتم إسكاتهم، وهنشوف إيه اللي هيحصل الفترة القادمة. من جريدة الدستور نعود إلى حاملي الماجستير والدكتوراه الذين كان قد تم القبض عليهم في الوقفة الأخيرة لهم في ميدان التحرير. الخبر منذ أمس، ولكن لضيق وقت حلقة الأمس لم نستطع أن نعرضه لحضراتكم، ولكنه من الأهمية أن نطالعه في حلقة اليوم. إخلاء سبيل متظاهري حملة الماجستير والدكتوراه. أعلنت نقابة المحامين صباح أمس إخلاء قوات الأمن سبيل متظاهري حملة الماجستير والدكتوراه الذين تم إلقاء القبض عليهم أمس الأول أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية بميدان التحرير. تعليق بس بسيط على الخبر أستاذ أحمد. الأمر ده بيستوقفني الحالتين. طبعا والحمد لله هم خرجوا يعني، ولم أقصد إن هم يعني كان يتم القبض عليهم أو يفضلوا في السجون. هو السؤال، هم كانوا واخدين تصريح بالتظاهر؟ الواضح من الأخبار واللي بيتناولوه إن ما كانش فيه تصريح بالتظاهر. طب بناء عليه تم الإفراج عليهم؟ ده سؤال يعني. ولو كانوا واخدين تصريح يعني بالتظاهر فلماذا تم القبض عليهم؟ فده أمر محير ولابد نقف عنده. بس احنا معانا هنا في الخبر هتجد حضرتك مفاجأة، يعني إن شاء الله الخبر اللي بعد اللي جاي هتجد مفاجأة ترد على كثير من التساؤل اللي حضرتك طرحته، بس رد طريف يعني. طيب ناخد خبر من الدستور. انتحار أحد أعضاء حملة الماجستير شنقا بسبب التعيين. يعني إن لو لا يرجعون يعني عليه رحمة الله. ده طبعا شيء مؤسف ان حملة الماجستير والدكتوراه يلقون هذه المعاملة وينتج عنها أزمات نفسية ومعيشية وحياتية تودي بهم إلى هذا التصرف الخاطئ بكل تأكيد، وإقدام أحدهم على الانتحار. معنا تقرير يرصد رأي المواطنين في مدى أحقية مطالبة هؤلاء بحقوقهم ووظائف من الدولة. نستمع سويا لهذا التقرير. لا طبعا ليه؟ الناس دي ما اتعلمتش سهل كده عشان الحكومه تتجاهلهم. ده دول اول ناس المفروض يبقوا من الاولويه. هم ما تعينوش مين اللي هيتعين يعني لازم طبعا مطالبهم تجاب قبل اي حد. لا حقهم طبعا يتعين. مش متجاهله الدوله في ظروف صعبه دلوقتي، يعني يهدوا كده ويصبروا شويه وربنا يسهل الحال. لا طبعا ليهم حق انهم يتعينوا. لا طبعا حمله ده هم احق باي حد عادي، دول ناس يعني الدرجه العلميه بتاعتهم فوق العالي، فطبعا درجه الافاده هتبقى اكتر كتير طبعا. لا المفروض يتعينوا. الناس دي اعلى ناس تعليم في البلد، لازم ياخدوا حقهم كامل. بقول لهم بس الحراميه هم اللي تعينوا، ابناء الحراميه هم اللي تعينوا. الناس دلوقتي اعلى تعليم في البلد واعلى علم في البلد. خلي عندكم دم وعينوا الناس اللي معاهم الماجستير. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا بس عايز أعلق على المواطن اللي بيقول البلد ظروفها مش مستحملة والناس دي لازم تهدى وتنتظر. بالتأكيد احنا يعني بنؤيد هذا الرأي. متى نؤيد هذا الرأي؟ عندما يكون هذا الكلام للجميع، لا نجد أن هناك طوائف وفئات وجهات معينة من موظفي الدولة بيتقاضوا يعني مرتبات خيالية في مقابل أن غيرهم من خيرة أبناء الوطن وحاملي الماجستير والدكتوراه لا يجدون أصلا وظيفة حتى ولو بأقل المرتبات. يبقى كيف ان احنا نقول ان البلد حالتها مش مظبوطة وحالتها ما تستحملش، وعندي ناس بتاخد مرتبات خيالية لأنهم يؤدون دور معين يروق للانقلاب، وناس تانيين مش لاقيين حتى وظيفة بأقل راتب. فيعني لو في مساواة يبقى بنتكلم. وناس تانيين أيضا بيتم تعيينهم لمجرد ان هم يعني يملكون واسطة، مجرد ان هو معاه واسطة حتى لو كان يعني امكانياته اضعف ما يكون بيتعين، ما بيتقالوش استنى لحسن الدولة ظروفها مش مستحملة. فاشمعنى دولة نقول لهم الدولة ظروفها مش مستحملة؟ وكل هذا التمييز وعدم المساواة حادث في المجتمع. نعود لتفسير الإفراج عن هؤلاء من المصري اليوم. إطلاق سراح 31 من حملة الدكتوراه.
في تفاصيل الخبر، قال اللواء هاني جرجس مفتش فرقة غرب القاهرة إن التحريات أكدت أن المضبوطين لم يكونوا ضمن المتظاهرين، وأنهم كانوا يقفون على جانب الطريق دون أن يشاركوا في أي تظاهرة. يعني كده بتهيألي واضح الأمر. يعني مساكين من ضمن المساكين اللي كانوا بيتمسكوا كل يوم ويطلعوا يعني. يعني بننصح المواطنين لما تلاقوا مظاهرة ما تقفوش تتفرجوا، ادي اللي هيحصل، هيتاخد عاطل مع حابل مع نابل، وعقبال ما يبان لكم صاحب. يعني دول بس عشان الناس اهتمت بيهم في الإعلام تم الإفراج عنهم، لكن ممكن تلاقي نفسك لابس قضية وانت بس كنت واقف من منطق فضولي كده بتتفرج على المظاهرة. في ظل التقارب المصري الروسي من الدستور، القوات المسلحة توفر فرصا للعمل في مجال اللغة الروسية. تعلن القوات المسلحة عن توفير فرص عمل لذوي الكفاءة والخبرة للعمل مترجمين في مجال اللغة الروسية لصالح معهد اللغات للقوات المسلحة. يعني خبر لا الحقيقة والخبر دوت أثار الكثير من التكهنات والتأويلات حول يعني ما الذي وراءه. في ناس كتير بتقول طبعا احنا يعني المفروض ان التعاون حاليا بين مصر وروسيا التعاون الأولى والأهم هو في مجال إنشاء محطة الطاقة النووية. محطة الطاقة النووية بكل تأكيد تتبع وزارة الكهرباء والطاقة وليس لها علاقة بالقوات المسلحة، فكون أن القوات المسلحة هي اللي تسعى لإيجاد متدربين أو مترجمين في مجال اللغة الروسية يؤكد أن هناك تفاهم ما أو يعني مشروع ما بين القوات المسلحة وروسيا، وكما سمعنا ولكن هذا الخبر ليس مؤكد عندنا إلى الآن أن هناك يعني بداية إنشاء قاعدة روسية في سيناء من أجل التعاون مع مصر في محاربة الإرهاب. فقد يكون هذا هو التفسير الأقرب للحقيقة لاهتمام القوات المسلحة بإيجاد أفراد يجيدون اللغة الروسية في الفترة القادمة، لأن مش منطقي أن يكون دوت لصالح مشروع الطاقة النووية محطة الطاقة النووية، لأنها مش في اختصاص القوات المسلحة إنما هي في اختصاص وزارة الطاقة. وكان في حاجة زي كده كان المفروض وزارة الطاقة والكهرباء هي اللي تبحث عن مثل هؤلاء. فالخبر فعل يثير الكثير من الشكوك والتكهنات. أيضا من الأهرام في لقاء العصار ومدبولي تسخير طاقات الإنتاج الحربي لصالح المشروعات القومية للإسكان. يعني احنا تعمدنا ان احنا نأتي بهذا الخبر بعد حلقة الأمس، والرأي الذي استمعنا إليه من المهندس عاصم عبد الماجد أن الجيش المصري انشغل بكثير من الأمور خارج إطار الوظيفة الرئيسية والأولوية الأولى لأي جيش في العالم، وهو الحفاظ على الوطن والمهام العسكرية والأمنية. فأيضا مصانع الإنتاج الحربي اللي هي مفروض بالأساس بتنتج معدات حربية وأسلحة وذخائر وما إلى ذلك، بدأت هي مش بدأت الحقيقة، هي بقى لها فترة طويلة جدا من بعد معاهدة كامب ديفيد تحولت إلى الإنتاج للمنتجات المدنية من مواتير ومراوح وتكييفات وسيارات وكل ما شابه من منتجات مدنية ليس لها أي علاقة بالحياة العسكرية. وهذا النشاط الأخير ما بين مصانع الإنتاج الحربي ووزارة الإسكان يؤكد هذا الذي ذهبنا إليه. الغريب اننا لم نسمع ان الانتاج الحربي طلعوا قالوا لنا ان احنا انتجنا شيء يخص المعدات العسكريه. يعني بقى لنا فتره طويله جدا زي ما حضرتك قلت لم نسمع ان الانتاج الحربي اللي هو المفترض كل تخصصه انتاج امور متعلقه بالعسكر او بالمعدات العسكريه لم يخرج علينا وقال ان هو انتج شيء معين. انا اعتقد ان هناك خط احمر او فيتو على ان تنتج مصر سلاحها، ولعل هذه كانت من أسباب الانقلاب على الدكتور محمد مرسي حينما أعلن أن مصر يجب عليها أن تنتج السلاح والدواء والغذاء. يعني بنشوف الدول التانية اللي احنا مفروض ان احنا بنعيب عليها كثيرا زي تركيا، كل يوم بتعلن عن إنتاج طائرة حربية، صاروخ جديد، مركبة، دبابة، أيا كانت أنواع الأسلحة، ولكن دولة عندها إنتاج لأسلحة قد يحدث عندها في القريب العاجل أو القريب غير العاجل اكتفاء في مجال الأسلحة. الدول الأخرى أيضا التي يعني بيننا وبينها منافسة كان في تنافس، ولكن الآن يبدو أن في تنسيق زي إيران مثلا. إيران كل يومين بتقول لك أنا عاملة صاروخ مدى كذا وطائرات مش عارف إيه وغواصات إيه. دولة بتقدم إنتاج عسكري يليق بدولة تريد أن تحتل مكانة في المنطقة. أما مصر
فمعذرة يعني هذا الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة الحلل مش عارف ولبان وقطعة لبانة مش عارف ايه، هي دي اخر حاجة انتجتها المنتجات او مصانع الانتاج الحربي في مصر. في ظل الاعتداءات اليومية من الشرطة لقبل المواطنين، الوطن بيطلع عليه بهذا الخبر: الاعتداء على فتاة في قسم شبرا واحتجاز محامي بالهرم، أسرة ضحية القليوبية تشكو لحقوق الإنسان ومصدر أمني حالات فردية. كالمعتاد كل الحالات أصبحت فردية في مصر، كل الانتهاكات اللي بنسمع عنها. يعني الغريب ان كل الاخبار والاحداث اللي احنا بنقولها لحضراتكم منشوره في الصحف المصريه، يعني مش جايبين اي اخبار من بره، يعني كلها حقائق موجوده بالفعل. الصحف مؤيده للانقلاب، كلها مؤيده للانقلاب، وفي الاخر كلها حالات فرديه مش عارفين الحالات الفرديه دي هتنتهي امتى. من المصري اليوم: قوة الضبط تنكر الاتهامات، وابن عم الضحية يقدم 6 صور للتعذيب. مقصود والمعني بهذا الخبر هو قتيل الأقصر. زوجة قتيل الأقصر للنيابة: ضباط الشرطة عذبوه حتى الموت. من أهرام في نفس السياق: ارتياح بعد قرار نقل رئيس مباحث الأقصر و4 ضباط آخرين. ده المعتاد في مثل هذه المواقف، هو بيعمل كل ما تحصل هذه المواقف في أي مدينة أو محافظة بيتم على طول بعدها نقل الضباط اللي كانوا متورطين في هذه العمليات. أنا أعتقد بكل تأكيد أن مسألة الارتياح هذه التي نسبتها الأهرام لأهالي الأقصر أنهم حدث عندهم ارتياح، يعني عكس تماما الحقيقة. واستمعنا لأكثر من قول من أقارب ومن بلدة القتيل يقولون أنهم لن يستريحوا حتى يتم تقديم هؤلاء الضباط للمحاكمة وأن ينزل بهم القضاء القصاص المناسب. من المصريون السناوي: سقوط الشرطة محتمل ويتبعه سقوط الدولة. انتقد الكاتب الصحفي عبد الله السناوي الانتهاكات التي قام بها أفراد من جهات الشرطة ضد عدد من المواطنين في الأيام السابقة، لافتا إلى أنه لا توجد خطة واضحة تحافظ على الأمن والحريات في آن واحد. ولفت السناوي إلى أن أي سقوط محتمل للأمن سقوط للدولة، مطالبا بضرورة وضع استراتيجية أمنية لمكافحة الإرهاب في إطار أفق سياسي بحسب وصفه. يعني احنا عايزين نقول للأستاذ عبد الله السناوي إن مفيش أصلا سياسي حتى يكون له أفق. عفوا. احنا اللي شايفينه في مصر دلوقتي لا يمت لأي عمل سياسي بصلة، هناك فقط ديكتاتورية، هناك قمع، هناك انتهاكات لحقوق الإنسان. أما كل ما يمت للسياسة بصلة فهو معطل منذ أن حل الانقلاب على أرض مصر. نرجع إلى الانتخابات وإعادة الانتخابات ومن البوابة. الإعادة ريفية جدا و13,000 ناخب في الخارج، وحدي في اللجنة، ده العنوان. غاب الناخبون أمس في اليوم الأول لجولة إعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية عن اللجان في مشهد بدت معه اللجان الانتخابية أطلالا لم يقبل عليها سوى المسنين فوق 60 غالبا. يعني بدون دخول في التفاصيل اتكلمنا في موضوع الانتخابات دي كثيرا وكله بيؤكد أن الحضور قليل، ولكن اللافت في النظر ان نقول 13,000 ناخب في الخارج. كان الاستاذ احمد امبارح او امس استعرض تقرير من الاحصاء بيقول ان عدد المصريين حوالي 98 مليون. 8 مليون خارج مصر. منهم 8 مليون خارج مصر. لما يبقى 8 مليون هنقول لو مليون بس له حق الانتخاب، فاللي حضر بينهم حسب التقرير ما بيقول 13,000، عشان بس تبقوا عارفين النسبة الحقيقية، وإن كانت 13,000 حقيقية يعني هنفترض إنها حقيقية عشان تعرفوا النسبة وصلت لغاية فين. أيضا من الانتخابات الوطن تقول: القاهرة وجبات بشبرا و500 جنيه للصوت بالزيتون، تصويت طائفي برود الفرج، واشتباكات في عين شمس، وكر وفر بين أنصار المرشحين والشرطة في السلام والنهضة. الحقيقة برضو هناك يعني تعليق على جانب الصفحة هام لرفعت السعيد، يقول: في المعارضة خارج النواب. يقول في تفاصيل هذه الكلمة التي أدلى بها: المال السياسي هزم الموقف السياسي، وهذا سيؤثر على محتوى القوانين التي تصدر بشأن العدالة الاجتماعية، فالخوف الآن يحيط بمستقبل هذه العدالة التي أخشى ألا يتم إحراز تقدم في مسار تطبيقها من خلال مجلس النواب المقبل،
فمن نجح ليس المرشحين وإنما أموالهم، والمعارضة الحقيقية ستكون خارج البرلمان وليس داخله. الدكتور رفعت السعيد المستشار السياسي لحزب التجمع ورئيس السابق للحزب. الحقيقة الرجل ده يعيش في وهم كبير. يعني هو أصلا ما فيش زي ما قلنا انتخابات وما فيش عملية سياسية، وأهم حاجة ما فيش معارضة. معارضة إيه؟ أي معارضة هذه التي تتحدث عنها؟ وأي عدالة اجتماعية هذه التي كان يرجو أن تتم من خلال هذا المجلس المزعوم؟ يعني أوهام في أوهام، أوهام في أوهام، ظلمات بعضها فوق بعض. الراجل خارج إطار الصورة تماما، وعنده يعني مجموعة من الأوهام بيعيش في خلالها أو داخلها.